السلام عليكم. قدم لكم الطماطم المخللة النهاردة. أكلة بسيطة ومفيدة وصحية وموجودة مكوناتها كلها في البيت. طماطم وجنب منها خيار. خيار بسيط جدا. أول نقسم الطماطم نصين زي كده، كم معلقة صغيرة تطلع القلب بتاع الطماطم اللي هو البذرة بتاعتها، توريها والله القلب كله كده. ودي بعد كده نجيب الخيار. خلصنا كده الطماطم وخلينا على جنب. بعد كده هنجيب الخيار نقسمها برضو بالطول كده، ونفس الطريقة اللي عملناها بالطماطم هنعملها بالخيار، ونفس الحشو هيطلع من الخيار وهيطلع من الطماطم، هتضاف عليه المكونات التانية ولا هيتحشي بيه. هيبقى طعمه جميل جدا خالص، مقبلات وأكلة صحية وما بتتعبش بلا برضو نفس طلعنا الطماطم كده الخيار بس بالطول قلبها كده كده خالص. الخيار يكون متوسط، يعني ما يكونش كبير قوي ولا صغير قوي، يكون حلو كده، يعني يكون طازة فريش. كل اللي طلع ده هنستفيد بيه، مش هنرمي حاجة خالص. ده يطلع من ده وكله هيديك طعم وريحته بتبقى حلوة، النكهة بتبقى حلوة بتاعتها. فهي كده هرسها بالشوكة، هو طلع من الخيار طلع من الطماطم، هرسهم بالشوكة كويس. بعد كده هضيف عليها الفلفل الحراق، عشان كده مش هنحط لها شطة حمرا ولا حاجة. كده كوبة صغيرة خالص خل، يعني حوالي معلقة كبيرة كده خل. كده نص ليمونة حادقة. بعد كده حوالي معلقتين كزبرة شبت، معلقة توم. بعد كده توابل، كزبرة، كمون، ملح. نقلبهم في بعضهم بالشوكة ونهرسهم كويس خالص. نجيب الطماطم نحشيها كده. أكلة تتعمل في 5 دقايق وتتاكل في وقتها على طول، ما طعمة وجميلة. أحسن ما تشتري المخللات اللي هي من هنا ومن هنا. دي أكلة طازة وحلوة وكده جدا. وبرضه الخيار كده نفس النظام. هو الخيار نظامه كده، مش اللي هو الخيار اللي بنخلله ده بيقعد يومين وثلاثة. ده غير الطريقة دي، غير طريقة الخيار التاني. كده نحشي الخيار قطع خالص جدا. أنا كل الأكلة عندي في البيت كل وجبة عندي بعملها الأكلة دي، يعني كل يوم كل يوم من تاني يوم جنب الأكلة تبقى مقبلات وحلوة خالص. وبرضه نوع من نوع التغيير، يعني الواحد يعمل بدل ما خيار على كده خيار مش عارفة نخليه ياخد كذا. دي سريعة وصحية ومفيدة وأكلة بسيطة ومكوناتها كلها موجودة في البيت، صحية وجميلة. وأرجو أن تكون عجبتكم.